تشكيله وايلد كارد للجوله 24. التشكيله دي هجيب فوق ال 100 نقطه وهتثبت جدا، فقبل ما نبدا صلي على النبي واعمل لايك ويلا بينا. وفي حراسة المرمى أول حارس جبناه هو سانشيز، لأن سانشيز حارس كويس جدا وبسعر كويس جدا، وتشيلسي بدأوا يتحسنوا مع المدرب الجديد، فسانشيز هو أول حارس. وفي الحارس التاني هتجيب حارس بسعر أرخص يعني شوية وهو دوبرافكا، وكلنا شفنا دوبرافكا يعني أنت هتعمل مداورة وبين سانشيز وكده هنبقى خلصنا الحراس. وفي خط الدفاع هنجيب ثنائية من أرسنال هما تيمبر وجابرييل، لأن هيكون عندهم ماتش ليدز وهيكون ماتش مضمون فيه الكلين شيت، وكمان ارسنال خطير جدا في الكورنرات، فثنائيه ارسنال في الجولات دي هتبقى كويسه جدا. والمدافع الثالث هو هيكون موكيلي اللاعب شفناه بصراحه كويس جدا مع ساندرلاند وعنده ماتش بيرلي، فانا بصراحه بتوقع ان موكيلي هيساهم في ماتش بيرلي فحطه في التشكيله الاساسيه. والمدافع الرابع هو هيكون الحته الديفرنشال هو خيمينيز، لاعب بورنموث شفناه الماتش فات في ليفربول، هو بيقف كجناح وسجل هدف، فخيمينيز هيكون ديفرنشال جدا. والمدافع الاخير هو برضه هيكون الديفرنشال ماجواير، المدافع بتاع مانشستر يونايتد. شفنا اداء مانشستر يونايتد بدا يتحسن في الفتره الاخيره وجدولهم بدا يتحسن، فماجواير هيكون عنصر ديفرنشال جدا. وفي خط الوسط اول لاعب هنجيبه هو سيمينيو، شفناه الماتش اللي فات حط جون كويس جدا وسيمينيو ضم ال 90 دقيقه، فسيمينيو هيكون اول لاعب. وتاني لاعب هو الديفرنشال اللي هيكون امين عدلي، شفناه الماتش اللي فات في ليفربول حط جون وهو بسعر رخيص جدا وهو هيكون لاعب ديفرنشال جدا. وتالت لاعب هو بالمر، شفناه الماتش فات غاب عشان الاصابه، بس هو طبيعي هيلعب ماتش وست هام ضعيف جدا دفاعيا، فبتوقع مساهمه بالمر. ورابع لاعب هو هيكون روجرز هو افضل لاعب في استون فيلا، فبصراحه روجرز اللي هيكون لازم يكون معاك. وخامس لاعب بقى هو جيبس وايت الديفرنشال، شفناه الماتش فات عمل اسيست، فبصراحه انا شايف الوسط ده واحسن وسط. واول لاعب في خط الهجوم هو هالاند، بصراحه ما كنتش عايزه احط هالاند بس خايف بصراحه يعمل حاجه في ماتش توتنهام وتنزل في الترتيب، فاول لاعب هو هالاند. وتاني لاعب هو المهاجم الديفرنشال بروبي، شفناه اخر فتره بيسجل جوان وعنده الماتش ده بيرلي، وكمان ممكن يكون خيار كابتنه ديفرنشال. وتالت لاعب هو ماني، شفنا ماني لاعب ويلفز، فهو بصراحه انا بقول ان ماني ممكن يساهم في ماتش زي ماتش بورموس، وكمان ممكن تحطه على الدكه عادي، فماني هيبقى لاعب ديفرنشال جدا. وكده انا خلصنا تشكيله الوايلد كارد، وباذن الله هنعمل لك برضو بكره يوم الخميس او يوم الجمعه هنعمل لك حلقه نصايح الجوله. وكده انا خلصنا الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه. سلام.